عايز تنام كل يوم في فندق 5 نجوم؟ الموضوع مش صعب خالص، بس محتاج شوية تركيز على التفاصيل. لو نفسك تعمل أوضة نوم شكلها شيك ومريحة زي اللي بتشوفها في الفنادق، أول حاجة الألوان. حاول تختار ألوان هادية ومريحة للعين زي الأبيض أو الرمادي أو البيج أو الألوان الترابية عموما، والألوان دي بتدي إحساس بالهدوء والرقي. تاني حاجة الخامات، وهنا نصيحتي ليك تستخدم مواد طبيعية في التشطيب على قد ما تقدر، زي الخشب الطبيعي مثلا بيضيف دفء للأوضة وبيخلي شكلها راقي وفيها روح. سواء عملت باركيه في الأرض أو تجاليد خشب في الحيطة، النتيجة دايما بتكون ممتازة. تالت حاجة الإضاءة، ودي مهمة جدا. لازم يبقى فيه إضاءة عامة زي النور الرئيسي، وفي نفس الوقت لازم يكون فيه إضاءة جانبية زي الأباجورات على الكومود أو إنك تعلق أباليق على الحيطة، بتدينا جو هادي ومريح وقت الليل. رابع حاجة التكييف. لو عايز تكمل الشكل الفندقي على أصوله، يبقى التكييف الكونسيل ده هيكون أنسب اختيار. شكله بيكون مخفي في السقف وما بيظهرش منه غير فتحات التهوية بس، وده بيدينا شكل أشيك بكتير من تكييفات الويندو أو السبليت. كمان توزيع الهواء بيكون أحسن، وده بيساعد على راحة أكتر وقت النوم. خامس حاجة السرير. خليك دايما مركز إن السرير هو بطل أوضة النوم، فاختار ملايات تكون خامتها ناعمة ولونها موحد، وحط مخدات أكتر من المعتاد. يعني مثلا من 4 ل6 مخدات بأحجام مختلفة، وده بيزود الإحساس بالفخامة. سادس حاجة التفاصيل الصغيرة. ركز إنك تحط تابلو بسيط على الحيطة أو مراية كبيرة أو فازة فيها زرع. الحاجات دي يمكن تكون بسيطة بس بتفرق جامد في شكل المكان. وآخر حاجة عايز أقولك ابعد عن الكركبة وخلي كل حاجة منظمة ومترتبة، لأن ده بيأثر على إحساسك بالراحة وبيخلي الأوضة شكلها نظيف وعصري. ولو قدرت تطبق شوية الحاجات دي، صدقني هتحس إنك نايم في فندق 5 نجوم كل يوم وإنت في بيتك. مش عايزك بقى تنسى اللايك والفولو، ولو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنت.